من منطلق الشفافية مع الشعب المصري العظيم، ورد لنا العديد من الشكاوي على صندوق بريد وزارة السعادة. وفي تحرك سريع من أجهزة الرصد الخاصة بالوزارة، رصدنا حالة من الغضب والغليان في وسط جموع وصفوف الشعب المصري. وإذ أؤكد كوزيرة للسعادة إني لن أقبل في مثل هذا العصر الجميل من الاستقرار الأوفر يا مصر إن الشعب المصري ينام ودمعته على خده. لن أقبل. وإن أنا وفريق عمل الوزارة بالكامل لن ندخر جهدا لإعادة الابتسامة لشفاه الشعب المصري العظيم. وإننا كلنا واقفين مع المطالب المشروعة للشعب المصري، ومعاه في اعتراضه على التصميمات المقترحة للعملات اللي هيتم تداولها في نوفمبر 2021. وفي تدخل سريع من فريق عمل الوزارة عملنا شوية تصميمات تحمل عبق التاريخ المصري القديم بروح شبابية عصرية مبهجة، إرضاء لجميع الأذواق، رجالاتي حريماتي أطفالاتي. وهيتم طرحها على الشعب المصري، وفي حالة حدوث رضاء شعبي على التصميمات المقترحة هيتم تصعيد الموضوع، هنصعد الموضوع للجهات العليا في الدولة لاتخاذ اللازم لضمان سعادة الشعب المصري. اتفضلوا معايا نتفرج على التصميمات الجديدة، وأتمنى إنها تنول إعجاب حضراتكم. اتفضل اتفضل. ما تنكروش انها فكره حلوه، ما تنكروش. طب فكر معايا كده، انت لما تلاقي صورتي على الفلوس هتعمل ايه؟ هتقول الله لا حرام مش صارف النهارده، تقوم حاطط فلوس في جيبك تاني. اديك وفرت اهو، وفرت عليكم فلوس. وفي نفس الوقت اخواننا البعده، تخيل كده لما يشوفوا صورتي على الفلوس هيرموها في الشارع والناس تنبسط يعني تخيل ترتر تقع في ايده 100 جنيه عليها صورتي، هيعمل ايه الولا محمد؟ لو لقى 200 جنيه عليها صورتي هيعمل ايه؟ هيرميها في الشارع. طب فكروا معايا كده، يعني فكروا كده، سنسوا الموضوع، سنسوا الموضوع معايا. طب والله حلو، طب والله حلوه.